والمباراه الكبيره اللي عملها وسيناريو نادي الوداد لم يتوقعه احد، يعني مين يقول ان نادي الزمالك يدخل فيه 5 أهداف. كويس انها عدت بهزيمه 5-2. ملايين من الزملكاويه اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي كانوا حاسين بايه وقت الماتش، حاسين بايه اول 17 دقيقه وهدفين في مرمى نادي الزمالك، حاسين بايه واحمد توفيق بيرقص والكره بتتخطف منه وتيجي جون، حاسين بايه بطارق حامد وهو عايز يلم لجوه بتتخطف منه وبيتم احراز الهدف الخامس، حاسين بايه اما احمد الشناوي عايز يطلع الكوره بالعرض بتتحط في الجون وكان هتبقى 6-1 وشبر اقل من شبر على شمال احمد الشناوي بتطلع الكوره بره. بص يا احمد، اولا لازم الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي زي ما بيمنع المنشطات يمنع السحر والشعوذه. لا انا كلامي واضح، نادي الزمالك ما يتغلبش 5 حتى لو بيلعب في الواي يعني ازاي يعني؟ وانا بصراحه سعيد ان انا هلاعب جنوب افريقيا، يعني لانهم هناك بيحترموا الانديه الثانيه، بيحترموا الانديه، ما بيعملوش الحاجات دي. لكن في النهايه احنا طبعا بنشكر شعب المغرب، لان شعب المغرب مش اللي عملوا القصه دي. مش القله القليله مش عواد، انا بقول لك اهو على مسؤوليتي. ايوه في سحر يا احمد يا بلال، في سحر. ده مش فريق الزمالك، فريق الزمالك ما كانش شايف قدامه. ممكن الشناوي وحش افريقيا 6 كور اتصال فيه 5 جول بس العرضه لا وما ينفعش الكلام، لا وما ينفعش هذا الكلام. الكلمتين بتوع المهم اتأهلنا ومبروك ووصلنا نهائي افريقيا وهي والكلام ده سهل، ناس كتير هتقوله. انما انا بتكلم في حاجه ثانيه، تأهل ايه ده؟ في ناس بتخرج بشرف، بنبقى فرحانين انها خرجت بشرف، الوداد خرج بشرف. انما ان انا اتأهل بفضيحه، انت ما تأهلتش بشرف ولا بمجهود ولا بتاع، انت فضحتنا، رحت فضحتنا في المغرب وشلت 5 وكان اللعبه على جول. لان عارف ان احنا في اضعف وقت الحمل هيبقى علينا عالي جدا في الضغط الهجومي علينا، وكان لازم يبقى عندي كتيبه من الديفنس عشان اقدر اغير ولاعب على فترات ديفنس سد ثغرات، لكن ما كانش عندي حل. الحقيقه كان كل مرهاني ان انا اجيب جون وقدرت وجبت الثاني. لعبت بالاوراق اللي عندي. بالفعل هذا هو الواقع، لانه الجميع يعرف انه 4-0 بالاسكندريه يعني قربت الوضع من ان يصبح يعني بشكل كبير مستحيل علينا، لكن كان هناك اجتهاد على الجوانب النفسيه، وكان على الخصوص نعرف الوضع النفسي ليس لفريقنا وانما لجماهير وللاسره الوداديه، فلذلك المباراه البطوليه التي تتكلم عنها انما كانت لصالح هذا الجمهور الذي يدعم فريقه، هذا الجمهور الذي كان رائع ربما اكثر منا نحن كفريق. فنأسف لعدم حضور، نعرف انه جمهور الوداد عانى من ضياع بطوله كانت في الجيب، بعد ذلك الخروج ايضا من الكاس، والان كان نعرف ان جمهورنا يود يعني رؤيتنا نرفع الكاس الافريقيه وايضا التواجد. قولوا كيف تحبوا